نجي هنا يا شباب للمثال رقم 28. طبعا قال لي هنا في السؤال بين ما إذا كانت الدالتين الآتيتين متساويتين أم لا. تمام حنحلوها يا شباب بإذن الله نبسطوها. ركزوا معايا بالله عليكم. تمام هنا حنقول يا شباب أول شيء قال لي هنا الدال واحد شن تساوي؟ تساوي س تساوي جذر السين للتربيع. تمام. طبعا هنا قيم السين شنو يا شباب؟ هي النطاق، صح ولا لا؟ قيم السين قلنا شنو هي النطاق. انا بنشوف النطاق في الدالة الأولى والدالة الثانية. طبعا الدالة الثانية تختلف لي، قال لك أنا قيم السين تساوي س، نبي نعوض ونشوف. هنا يا شباب الأولى هي نبدأ معكم هنا ايش مساحتها؟ هنبدأ معكم هنا الأولى يا شباب. لو فرضا قلنا هنا جذر قلنا السين للتربيع، لو قلنا مثلا فرضنا هنا وقلنا سالب مثلا 3 تمام للتربيع. تمام وقلنا جذر طبعا مع جذر حنقولوا هنا سالب 3 ضارب سالب 3 حتقعد شني موجب 9 سالب سالب موجب، وحنديروا الجذر حتطلع عندي قيمة 3 بالموجبة. باقي له الثانية لو قلنا هنا سالب 2 للتربيع حنقولوا هنا 4 وناخذ الجذر حتقعد 2. معناها حيطلع لي القيم موجبة. لو عوضت بالسالب يعني حنعوض بقيم، حنستعمل قيم السالب وحنستعمل القيم الموجبة. ولو قلنا هنا 0 مثلا أس 2 كم تساوي؟ تساوي 0، جذر 0 يساوي 0. ولو قلنا مثلا موجب 2 مثلا للتربيع تمام تطلع جذر 4 تساوي فيها 2. يعني على كل الأحوال لو استعملنا السالب حيطلع قيم، ولو استعملنا الصفر حنطلعوا قيم، ولو استعملنا الموجب حنطلعوا قيم. فمعناها حتاخذ النطاق جميع الأعداد الحقيقية. هذه بالنسبة للأولى معناها النطاق. هنكتبها لك هنا معناها أنا حنقول لك هنا النطاق اللي هو نط 1 يساوي ح. تمام ح اللي هي شنو؟ مجموع الأعداد الحقيقية. نجيو للثانية، هذه بالنسبة للأولى. لو جينا للثانية هنا قال لي السين، لو عوضنا عن السين بسالب يا شباب سالب 1 شنو تساوي هنا؟ تساوي 1 سالب 1. لو عوضنا بسالب 2 تساوي سالب 2. هنا هي نفسها هنا لو بنعوض. تمام. لو عوضنا مثلا بموجب 1 حتعطيني 1. لو عوضنا باثنين حتعطيني 2. لو عوضنا بصفر حتعطيني 0. فمعناها حتى هي يا شباب شنو تعطيني؟ بتعطيني جميع الأعداد، صح ولا لا؟ الحقيقية. فمعناها بنقولوا شنو ح، حتى هي النطاق بتاعها شنو؟ هنا الدالة 2 يا شباب حنقولوا هنا الدالة الثانية اللي هي نطاق 2 حنقولوا حتى هو شنو؟ ح. تمام. فمعناها النطاق الأول والنطاق الثاني متساويين. تمام بكل بيت. وين نجي يا شباب؟ نجي للمدى. ناخذ المدى شنو هو قيم صاد، صح ولا لا؟ تمام يا شباب. لما نبي ناخذ قيم صاد نبي نعوض، صح ولا لا؟ السين هذه اعتبرها صاد يا شباب. تمام. فلازم ما نعتبروها شنو كأنك تعتبر فيها صاد. تو نبي نعوض كأنك تعتبر فيها صاد. معناها المدى شو بنقولوا؟ المد يساوي المد 1 شنو يساوي؟ لو عوضنا يا شباب عنا ب1 تمام ولا لا؟ لو عوضنا ب1 حنقولوا جذر 1 للتربيع يعطيني 1. باهي تمام. لو عوضنا عنا بسالب 1 سالب 1 للتربيع كم يا شباب؟ ب1. جذر الواحد كم؟ يساوي 1. أعطيني قيمة موجبة. لو عوضنا بصفر يا شباب جذر الصفر كم؟ جذر الصفر كم؟ جذر الصفر للتربيع كم؟ 0. باهي لو عوضنا عنها حناخذ قيمة سالبة. هنا لو عوضنا عنها يا شباب هنا بسالب، وقلت لك هنا سالب 2 تمام للتربيع يساوي 4. للجذر بتاعها ما عطانيش قيم سالب، يعطي فيها في الموجب وبس. فمعناها انا يا شباب في المدى 1 شنو يساوي؟ تعال جاي هنا في المدى 1 شنو يساوي؟ معناها اعداد موجبة. معناها بنقولوا من 0 والصفر يعطيني طبعا حتى هي لو قلت لك انا 0 للتربيع حتعطيني 0. جذر 0 هو نفس 0. فمعناها حنقول من 0 الى موجب ما لا نهاية. تمام. هذه بالنسبة له. ليش السالب ما درتهاش؟ لأن يا شباب أنا لما نعوض هنا بقيمة السالب ونجي هنا في اللي ما بعدها في الجذر حتطلع بالربع وندير جذر حيطلع بالموجب، ما يطلعنيش بالسالب. فمعناها أنا فهمت أن النطاق مجموع الأعداد الحقيقية بالكامل سالب موجب 0 في المدى
عندي صفر إلى موجب ما لا نهاية. تمام. أعداد السالبة ما عنديش. باي تعال هنا في المدى 2 في الدالة الأخرى، في الدالة الثانية حنقولوا هنا مدى 2 يساوي، هنا قال لي س يا شباب، قلت لك س عوض عنها كأنها صاد، صح ولا لا؟ لو قلنا هنا -1 هي نفسها -1، لو قلنا هنا -2 هي نفسها -2، لو قلنا هنا مثلا 0، تمام، باش نخرب هذا المكان، تمام. لو قلنا هنا يا شباب 0، لو قلنا هنا 0 شنو تساوي؟ تساوي 0. لو قلنا هنا مثلا 4 تساوي 4، وهكذا. فمعناها يا شباب أنا لو درت السالب حيطلع، لو درت الموجب حيطلع، لو درت الصفر حيطلع. فأنا بنقول المدى 2 شنو هو؟ عبارة عن من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية. وهيك يا شباب شنو الاختلاف؟ هنا في اختلاف، صح ولا مش صح يا شباب؟ معناها لما يقعد في اختلاف بين مدى 1 والمدى 2، لما يقعد في اختلاف ما بينهن حنقول الدالتان غير متساويتان، معناها الدالة غير متساوية. تمام. نمشي توا وين يا شباب؟ نمشي المثال اللي بعده، وهو مثال رقم 29.